جبت لكم وصفة ولا رائعة، وصفة تاع الخبز. شوفوا يجي كيما الخبز السوري ويطيب غير في الفود تاعكم. عندكم يجي غير خيوط من الداخل وخاوي. شوفوا الخبز تاعنا كي يجي عندكم خاوي خاوي. هنا راهي دايره حاله هاد الريحه تاع السانوج مع حبه حلاوه والفرماج، يزيد يعطيها واحد الطراوه والهشاشه. وبنه تاني، ما نساوش البنه، ناكدوا على البنه اللي هي الصح. شوفوا الحبات تاعنا يجوا كاع منفوخين مفشفشين. بورطون خبز ساهل بزاف وما درناش فيه مقادير بزاف، وثاني ما عجناه ما دلكناه بزاف. شوالا قعدنا نريحوه غير بالعشر دقائق في كل خطوه وخطوه. عندكم الخبز تاعنا كيجي شباب، وريت لكم كاع الاسرار تاوعه والخطوات تاوعه باش يخرج لكم ناجح. شوفوا مع راه جايكم رمضان وكاع ما نبغوش صوالح اللي يشدوا اليد، نبغوا صوالح تاع فيت فيه. هذا ما كاش كاع كيفاه، هذا بالخوف يوجد ليه سيرتو اللي عندها بيتران ولا هي غير باليد. شتو درته معاكم، انا عندي بيتران بصح درتها معاكم غير باليد باش نبين لكم مام باليد صوالح يخرجوا احسن واحسن. لمعرفة أسرار ومقادير هذه الوصفة روحوا معايا لمطبخكم المفضل، مطبخ أم محمد مجيد، لاكتشاف الأسرار والمقادير تاع هذه الوصفة الرائعة. جبت لكم هذه الوصفة تاع الخبز اللي غادي تهنيكم كاع من العجين من الدليك من كل شيء. وهذا تحققوا هذه الوصفة شابة دسوها للرمضان يجي خفيف، تبغوا ديروه يا مطلوع يا خبز في الكوشة. أنا غادي نديره خبز في الكوشة. شوفوا هنا عندي أنا دايرة كمية كبيرة، أنا غادي نعطيكم مقادير تاع كيلو فرينه، وانتم الا كنتو بزاف زيدوا والا كنتو قلال نقصوا والا كنتو الاخر متوسطين ديروا كيفي. كيلو فرينه انا هنا دايره مقادير كبيره. كيلو فرينه غادي نديروا لها مغرف كبيره معمره مليح تاع خميره الخبز. كيما نعرفوا رانا في فصل الشتاء، البرد نكثروا بصح في الصيف نقلوا. هذا الخبز حاجه اللي شابه فيه غير بالمغرف تقدري ديريه، من بعد ديريه فوق لو بلون دو طرافاي وتبدي تدلكي فيه 10 مينوت. مغرف كبيره تاع ملح معمره تاني مليح نديروها منا، نبعدوها على الخماره. 3 مغارف كبار تاع سكر نديروهم فوق الخماره. 4 مغارف كبار تاع زيت. مغرف كبيره كيما تاع سانوج، انا السانوج نغسله ونديره في الفريجيدير. مغرف كبيره كيما هاك تاع حبه حلاوه باش نعطروا لاباط تاعنا. اللي ما يبغيش هاد الاضافات ما يديرهمش. كاين واحد المكون غادي نزيدوه اللي هو الفرماج فوندو، هو اللي غادي يعطي هذيك الهشاشه والطراوه، وغادي يجيكم غير خيوط من الداخل وخاوي. هاد الخبز يجي خاوي. الحاجه اللي عجبتني فيه مليح ما يديش الوقت بزاف، ما نحتاجوش نخمرو ونعاودو باش يخرج خفيف. مالغري زعما نعجنو غير هذيك 5 دقائق نلمو العجين وصاي. هذه هي الحاجه اللي عجبتني فيه. نجو هنا نكبو الماء تاعنا، نهودو قبل نديرو كيما هكا على الخميره اللي شغل ندوبو الخميره تاعنا. الماء يكون دافي غير بشويه باش ما تغلبكمش، تجي لاباط كيما تاع البيتزا تتلاصق بصح ماشي بزاف غير شويه. قدو في هذه المرحله انا غير من درت عجينه كبيره راني نلم فيها بيدي، بصح كي ديروا عجينه صغيره غير بالمغرف عجنوها من بعد تحطوها فوق البلون دو طرافاي وتقعدوا تلموا فيها. غادي تديلي لا مجهود لا والو. صح النتيجه شابه بزاف، روعه روعه. نقعدوا غير هكا اللي شغل انا نلمو في العجين تاعنا. بعد اللي عندها بيتران دير في البيتران جيها هائل تاع عجنه ثاني واحد 10 مينوت هكا ولا 5 مينوت في البيتران هاك.
شوفوا العجين كي راهي طرطق. هاي العجينه تاعنا تولي كيما هكا. شوفوا هذا هي تتلصق عندكم، تتلصق كيما عجين تاع البيتزا باش يجيكم خفيف من الداخل. ندير هنا في هذا اللين تاعي هكا رشه فرينه، ونحكم لاباط تاعي نحطوها هنا، ونعاود نرش كيما هكا، ونغطيها بالبلاستيك ونخليها حتى تخمر مليح. انا بعد 10 دقائق كي تولي تخمر بالخف هاد لاباط تصير خفيفه. نجيبوها هنا كي تشوفوها هكا دليل على ان لاباط تاعكم راهي شابه مريحه وفيها كل شيء. غادي ندير الصغار وغادي ندير الكبار. الصغار غادي نديرهم على 100 غرام، والكبار غادي نديرهم على 150 غرام. عندي هكا سميد لطف. غادي يزيدوا هنا يريحوا 10 دقائق واحده اخرى. هادو تاع 150. شوفوا لاباط كي تجي هكا فيها هاد البوليطه تشلافير، تعرفوها باللي دائما نقول لكم مخبوزات اللي يكونوا هكا راهم ناجحين. خبز ولا لامونه ولا فينوازري. شوفوا تجي هادو تاع 150. درت تاع 150. دوك نقول لكم كيلو ورطل، انا درت كيلو ورطل. شحال خرج لي من حبه، بصح لا ريسيت اللي عطيتها لكم تاع كيلو فرينه. نديروا لها غير هكا كلي شغل رانا ندخلو في لاباط. شوفوا هكا هكا هكا، من بعد بهذه لابون نقعدو هكا نليسو في لاباط تاعنا. شو كي تخرج نكملهم كيما هكا، نخليهم غير هنا فوق البلون طرافاي، نرشهم هكا بسمي، نغطيهم ونخليهم يزيدوا يرتاحوا 10 دقائق واحده اخرى. هي ريحت كنا مغطينها كيما هكا، نغطوها باش ما تديناش هذيك القشره. شوفوا تريح 10 مينوت ثاني ونجو نحلوها، باش كي نحلوها ما تقعدش تعاود تولي لكم. دارت لنا 11 حبه من الكبار و10 من الصغار. تنرشفوها تاع السمين كيما هكا. دائما المخبوزات ما تطيحوش عليهم هكا تزيروا. شوفوا البوليطات، شوفوا هاد البوليطات هكا، هادو هما هادو اللي غادي ينشحوا لكم لاباط تاعكم وتجيكم خفيفه. كيما قلت لكم كي تحلوا غير بالحنانه هكا. هذا هو ليبيسور تاعها. تبغوا ديروا خبزات كبار ثاني ديروا. هيا كي يخمر المطلع تاعكم غيتم خبز الدارون. بصح كي يطلع يدخل للفول عاد كي ديجاجي. 5 دقائق الاولى قلنا على 250 درجه. هنا عندي حبه بيض، حبه بيض كومبلي نديروها، باسكو كون نديرو غير صافات تحمر لكم بالخف من الفوق ومن الداخل تقعد خضره. ما غاديش الحبات الصغار غادي نخليهم هاك. هذا يجي لي ساندويتش. هاي عندي كيما هكا زيتون خضر زيتون كحل، نزوقوه هكا. هاد العمليه نديروها حتى يخمر الخبز، نديروهاش قدام هكا. نديرو ميلانج بين الاسود والاخضر. كاين اللي يقول له الاكحل. نغرسو غير من الفوقه غير هكا ابان، دكوش كاع لداخل كي باسكو هو يلصق في الفوق. دكوه كاع لداخل تاخدو الخبز تاعكم الخميره تاعه. غادي ندير غير هاد الحبات انايا كيما هكا جنجلان، نرشو شويه الجنجلان يجي هايل في الخبز اللي كيما هكا. ندخلوهم 5 دقائق. دوك نوريلكم كي غادي ندخلهم للفرن. 5 دقائق الاولى على 250 درجه، ومن بعد كينا نحطوه على 180 درجه. كي نشوفوا حمار مليح وطاب مليح نخرج. وتاتي الفرن تاعي تاع الباتيسري. شوفوا ها درت لي بلاط تاوعي همالا عندكم، نخلوهم 5 دقائق. شوفوا هنا طومبيراتور شحال راهي، هنا راهي 179 باسكو راني حاله الفرن. 5 دقائق الاولى على 250 درجه ومن بعد نبدلو نديروه على 180. ها الفرن تاعنا، ها ولا تاع باتيسري، هذا فرن كبير. ومنا نشوف نسيت ما قلتها لكمش، كي تدخلوا كي تحموا الفرن تاعكم ديروا هكا طاسه تاع ما
حمروها وخلوها باش الخبز تاعكم يجيكم طري. شوفوا كي بدا ينتفخ. الوصفه تاعنا اللي درناها مع بعض سموه خبز الدار، خبز سوري، خبز كيما تبغوا، يجي خاوي كيما الخبز السوري. هما تاع اللي درنا فيهم الزيتون، هما هادو درناهم صغار، وهادو الكبار تاعهم. جا ما شاء الله خبز وعليه الكلام شتو كيتحمر يجي بنين. هذاك الفرماج يعطيه الهشاشه والطراوه. قدو تاني من فوق تدهنوه بالبيض وترابطو تاني الفرماج يجي شباب. غادي نفتح معاكم حبه ونشوفوها كي جات من الداخل. باش تعرفوا شراكم تشوفوا راعات حالي. شوفوا كي يجي، شوفوا هذا الساندويتش ما حصلش عندكم. شوفوا كي يجي خاوي كاع والشيش خاوي. عندكم بورتون ما عجناه ما دلكناه ما درنا له والو، جبنا غير هذيك 5 دقائق اللي لمينا فيها لاباط. هذا خبز هايل هايل بكل معنى الكلمه. عندكم نزيد نفتح معاكم حبه واحده اخرى هذه. باش ما تعرفوا للامانه اللي يبغي الخبز فيه البابه ولا يخليه يزيد يخدم كي ما يحلاش شرقي كيما انا حليته، يحلها شويه غليظ. شوفوا هذه كي خرجت عندكم هذه. شوفوا عندكي معلق غير خياط من الداخل، من الداخل شوفوه غير خياط عندكم. تحسبوا كلي عجناه ودلكناه إلا عجبتكم الوصفه خواتاتي ما عليكم ما ديروا لي لايك، اشتراك، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد. الى اللقاء.